عليكم، لاباس عليكم بخير؟ نتمنىكم تكونوا في احسن احوال يا ربي. انا جيتكم وجبت القصه اللي لحت لكم ديال سالفاتوري رينا. شكون هو سالفاتوري رينا؟ بلا شك مشتاقين تعرفوا. اجوا معايا تسمعوا شكون هو سالفاتوري رينا. نتمنىكم تتبعوا معايا القصه من الاول حتى الاخر. سالفاتوري رينا المعروف باسم توتورينا، اللي تسموه بزاف الناس توتورينا، تولد سنة 1930 16 نوفمبر. هو عضو سابق في المافيا في سيسيليا، وأحد أقوى شخصيات المافيا في الثمانينات في القرن الماضي، وهو أحد أعضاء العصابة المافيا إجرامية التي أصبحت أقوى منظمة إجرامية القرن العشرين، وحتى الآن الاسم ديالو باقي مذكور. والسبب اللي كان تسميه الصديق ديالو الوحش. رعرع رينا في واحد الفيلاج اللي سميتو كورليون، وهذاك الفيلاج كان صغير، وهو اصلا كان ولد عائله فقيره، ما كانش عندهم حتى شي حاجه. كانوا لما خرج باه يجيب لهم ما ياكلوا ما ياكلوش، ما كانش. كان باه خدام كان خدام فلاح عند الناس، وهذيك الساعه كان تيرعى الغنم ديالهم. وكان رينا كان هو كيخرج يدير نفس الخدمه ديال باه، واخا كانت عنده 11 سنه. مهم كانوا هما ديك الساعه كانت الام ديالهم ربات بيت رينا. وفي عام 1943 الاب ديال رينا كان لقى واحد القنبله امريكيه ما كانش انفجرت في الحرب العالميه الثانيه، وكان هزها وداها معاه للدار. قبل واحد البارود عنده كان هذيك الساعه قال غيكون بزاف ديال القنبول غنديرها. كان تيخرج يصيد، تيجيب المهم هذاكشي اللي كيصيد كيجيبوا لولادو ياكلوه. وديك الساعه مني مشى كان هذيك الساعه يلاه باغي يحلها، تفجرت عليه، قتلاته هو والابن ديالو الصغير. كان هذيك الساعه اللي مات معاه عنده 7 سنوات. وهكا رينا مسكين بقى حتى دار واحد العمر 13 عام فاش مات الاب ديالو. اش غادي يدير؟ هو الاخ، هو اللي كبير في خوته. ضروري كان هذيك الوقت، كانت هذيك الساعه، كان هذاك الوقت كانت المراه ما كتخدمش عندهم. كان ضروري لينا خصو يخرج، خصو يجيب المعيشه باش ياكلو خوتو، باش تاكل الام ديالو. وخرج عنده 13 سنه، خرج كيرعى الغنم، خرج كيدير اي حاجه. مهم كان رينا كانت عنده واحد الشخصيه قويه، ما كانش يخاف. ومع مرور الوقت دار 19 سنه رينا ولا كيعرف واحد اصدقاء تيقولوا اصدقاء السوء، اللي كانوا بحال الشكل كيبغوا يلعبوا مافيا، كيبغوا. مهم 19 سنه كان هذيك الساعه كان هو ما كانش تيخاف. ديك الساعه كارينا كان عنده واحد المسدس، وكان دار اول جريمه. كان عنده واحد المشكل مع واحد 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 الشباب. كان واحد فيهم كان سميتو ماتيو، اللي كانت هذيك الساعه عنده 30 سنه. وهذيك الساعه كانت جرات هذيك الجريمه في سان جوفاني. ورينا اول جريمه ديالو باش يقتل هو قتل ماتيو. وتماك واحد اول جريده اللي كتبت عليه، تحط الاسم ديالو، ما حطوش الاسم انه هو حطوا جوج فلاحين قتلوا بعض. واحد فيهم قتل الصديق ديالو. وتماك رينا كتبت عليه وكتبوا عليه بزاف ديال الصحافه وبداو تعرفوه الناس. ديك الساعه كانت واحد المافيا اللي كان سميتو ميكيلي نوفارا. وهو هذاك ميكيلي نوفارا كان طبيب، وكان مشهور بزاف، كيعرفوا انه هو مافيوزي. ولكن ما كانش كيبان هاد ميكيلي نوفارا، كان كيهضر من بعد. ولكن كان اللي كان اليد ديالو هو لوتشانو ليجيو. سمحوا لي لا غلطت في هذه الكنيه هذه. كان هو اللي كان تيدير اي حاجه اللي قالها ميكيلي، اي حاجه، لان ميكيلي ما كانش كيبان في الوجه ديالو. مهم
لوتشانو كان حتى هو كان كيبغي تيتمنى يشد الكرسي اللي شاد ميكيلي، واللي الكرسي اللي شاد ميكيلي اللي كيعرفوا عليه الناس اللي كيخافوا منه كانوا شادينو كازانوفا. وهذيك وكيعرفوا المهم كان هذيك الساعه لوتشانو كيتمنى يكون في هذاك الكرسي. وبقى لوتشانو بقى تيسمع الميكيلي اللي قالها لي، بقى بشويه بشويه حتى ولو كان هاد لوتشانو ما كانش يخاف من حتى شي واحد، كان تيقتل. واخا كانت عنده 19 سنه ما كانش كان تيدير بزاف الجرائم، لان تعرف الاسم ديالو ولاو كيخافوا منه بزاف الناس. وداز مع الوقت لوتشانو دار واحد الخطه لان باش يقتل ميكيلي نوفارا، وبصح قتلو، دار لي قنبله في لافواتور ديالو. من تماك تفجرات القنبله في الطوموبيل ديال ميكيلي نوفارا ومات. ولكن لوتشانو من تماك شد الكرسي ديال الشيف ديالو وبقى اش غادي يدير، غيشد جوج دراري. هذيك الساعه كان عنده جوج شباب اللي كان كيعرف توتورينا، وتوتورينا كان كيعرفوا انه ما كيخافش، عبرو شافوا كيفاش تكلم معاه، عرفوا المهم ولا اليد ديالو الاولى. ومن بعدها شد برناردو بروفينسانو. بروفينسانو كان هو الصديق ديالو، وهو لا توتورينا سنة 1958. هذيك الساعة كانوا هاد الجوج كانوا اللي قالها ليهم هاد لوتشانو كيديروها. ولكن كيف ما كتشوفوا توتورينا كان دائما كيعجبو من دخل المافيا ولاو كيحترموه. لاحظ ان كيشوفوا ما بقاوش كيعيروا، ما بقاوش كيحتقروا الناس ولاو كيخافوا منه. قال هاد المهم كمل في الطريق ديالو، ولكن كان دائما كيشوف، ما بقاش عنده داك الخوف، كيشوف غيشتا هو شي نهار غيولي الكابو ديال المنطقه فين عايش. وكيف ما كتشوفوا توتورينا ولا معروف بالجرائم ديالو. اي جريمه اي حاجه وقعات تيتحط الاسم ديالو حتى شد الكرسي. او توتورينا تعرف ان دابا من بعدها ولو كيعرفوا ان تزوج عنده ولادو، ولكن ما كانش كيبان، كانوا كيقلبوا عليه كل شيء ما كانش كيبان، كان دار بزاف الجرائم. المهم ما بغيش نعاود لكم قصه طويله ديالو، انا اختصرت لكم باش تعرفوا كيفاش من الزياد ديالو كيفاش ولا. المهم توتورينا دازت واحد الوقت، واحد المده، ومن تماك دازت واحد الوقت باش الشرطه تمكن القبض ديالو. لقاوه كان كما كتشوفوا من ناحيه كيف ما بزاف المافيا كبار تيقول لك انا لا مشيت خصوصا بحال الشكل ديال توتورينا، كيفاش عاش، كيفاش ولا، كيفاش الناس كيفاش ولا تحترمه وتخاف منه، خلى داك الخوف اللي خاف منه. قال علاش انا غادي نمشي لامريكا ولا نهاجر شي بلاد غادي يديروا ليا نفس الطريقه اللي كنت من الاول، غنرد كلشي من الصفر. لا، اللهم نبقى هنا ومخبي والناس تتخاف مني ونقتل من بعيد. بقى تماك والناس ولات خايفه وعارفين وما خرج. ولكن توتورينا هذيك الساعه تم القبض عليه، كان في واحد البلاصه المهم كيعمروا فيها المازوت، كان موقف الطوموبيل ديالو هو الصديق ديالو. وهذاك اللي خدام تم كيشوف التصويره، دازت واحد المده كيقول هاد الوجه ما خافيش عليا، اش غادي يدير؟ عيط للشرطه، قال لهم لقيت واحد المافيوزي اللي كنتو تتقلبوا عليه، يمكن هو. جاو البوليس كيجرو، بقى هو كيتلاها معاه وكاك حتى جاو البوليس. هذيك الساعه جات الشرطه كتجري، تم القبض عليه. شافوه قالوا ليه عطينا الورق ديالك، عطاهم الورق ديالو. لقاو ان ديجا في الورق ماشي السميه ديالو توتورينا، كاتب جوفاني. مهم هذيك الساعه كاتب بدل السميه ديالو. قالوا لي انت سميتك؟ قال لهم انا جوفاني وهذه الكنيه هي هذه. قالوا لي يمكن لك تمشي معانا. مهم بقى هو ما كانش كيبين، ما كانش يخوف، ما كتشوفوا راه مافيوزي كبير، كان معروف وكان قصير، كانت عنده واحد الخوف بزاف، كانوا كيخافوا منه الناس. مشى معاهم. من تماك لقاو ان هذاك الشيء متزور، لقاوه انه هو زور هاد السميه وهاد مول هاد السميه، ان ديجا هو متوفي وما معلنيش انه هو راه ميت. وهذه هي تماك تم القبض ديالو. وكيف ما كتشوفوا توتورينا
تم القبض ديالو، من تماك بعدها دوز الحبس ديالو سنة 2017. 18 يونيو توفى توتورينا في السبيطار بسبب واحد المرض جاه، وكان مهم سكتة قلبية. ومن تماك هذه هي القصة ديال توتورينا. انا ما بغيتش نطولها لكم بزاف، القصة ديالو طويلة بزاف فيها الاجرام، بزاف فيها كيفاش وقع مع مرته، كيفاش تتزوج، بزاف. انا اختصرت لكم هذه القصة ديالو. كنتمنى ان شاء الله قصة جديدة، وان شاء الله فيديو جديد. وكنتمنى لي اللايك والاشتراك، كنتمنىكم ديروا لي الاشتراك، وشكرا بزاف. وكنتمنى هذه القصة تعجبكم.